الغنوة دي ما كنتش عايز فكرة عادية، رحت ماسك قلم في ايدي وفضلت كل ما اكتب كلمة اشطبها تاني لغاية ما الوحي ناداني قال لي اكتب عندك يا رشيدي. نادي القرن اخد الكاس للمرة السادسة، يعني 1+5 علشان خاطر الحسن. قالك القطن الكاميروني صعد النهائي، ايش جاب بقى شعبان حمائي اكبر مني فرد اسد. مش برضه القطن بيتنجد، ما احنا هو نجدناهم بالذهب وائل وفلافيو اهداف من غير تفاهم. في ماتش العودة هكون خلصت انا الاغنية، وطبعا مش هفتي ايه اللي هيحصل في المباراة الجاية، ومن غير ما اعرف ان شاء الله يكسبوهم وفي ملعبهم يحرجوهم. ولا ايه يا عم امين؟ ركز وحياة ابوك بس دايما على جونك، خلي في وسط راسك عيونك وعالكورة دايما طير. من غير ابو تريكة لعبوا فن ومزيكا وتلاقي بركات يجريله، واحمد حسن بسرعة تلاقيه باصص لجilberto يناديه وبأقوى ما عنده يروح مباصيله. ولا يمكن انسى شادي محمد واحمد السيد وحسام ابن عاشور، وبعد ده كله تقولوا لي نادي القطن الكاميروني بلا قطن بلا صوف بلا كاستور. ولازم اشكر الجامد جدا جوزيه، شوفوا يا جماعه بيعمل ايه من ساعه ما بقى المدير. ما تخلوه يحكي عن الاهلي وكفاحه وبالمره سر نجاحه، قولوا ما يخافش السر كتير. حسام البدري وعدل القيعي وحسن حمدي بيفكر قبل ما يمضي ويجيب لعيبه في الصميم. ونجاح الاهلي طبعا حاجه مش جديده، جماهيره دايما سعيده من ايام صالح